يسعد أوقاتكم يا أغلى متابعين وين ما كنتم. الأكلة هاي أنا بلشت فيها وجهزتها من قبل بيوم عشان اللحمة تتشرب النكهة والبهارات الصح. جبت اللحمة، وطبعا بينفع تعملوها بلحمة عادية أو بلحمة رقاب زي ما أنا عاملة اليوم. حطيت عليها البهارات، والاعتماد الأكبر والأساسي هون بكون على الهيل، لأنه هاي الأكلة أساسها ونكهتها كلياتها بتعتمد على الهيل. حطيت كمية كويسة وكثير من الهيل المطحون، وحطيت رشة فلفل أسود ورشة بهار لحمة ورشة ملح. خلطتهم مع بعض 100%، وتبلت اللحمة فيهم من كل الجهات. بعدين حطيتها بجاط ولفيت عليها النايلون، دخلتها على الثلاجة ليلة كاملة لحتى ترتاح. وهاي الأكلة فيكم تستخدموها للمناسبات وللأعياد. وقبل ما نبدأ بالطريقة بالتفصيل، بتمنى منكم تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس لتشوفوا وتتابعوا كل جديد بنزله أول بأول. وعاد سنجة 10، تعالوا معي لحتى أقولكم كيف عملت الأكل الفخمة بالتفصيل وبأسهل طريقة. وهون يا أحلى متابعين، بلشت أقلي اللحمة على دفعات بالمقلاي لحتى تاخد راحتها بالتحمير وما تنزل ميتها وتضل طرية. أول ما تنزل اللحمة بالزيت وتاخد الصدمة الملوكية الحلوة، ببلش أقلب فيها على الجهتين بكل هدوء لحتى تتحمر 100% وتاخد اللون الذهبي الأشقر اللي بيفتح النفس. وشايفين كيف البهارات مسكت على اللحمة وما بتنزل بالزيت، عشان نكهة الهيل والبهارات تضل محبوسة جوا اللحمة وما تضيع منا أبدا وقت السلق. خطوة قلي اللحمة بالزيت الحامي قبل السلق بيعمل صدمة لمسامات اللحمة، فبتضل السوائل والنكهة والبهارات محبوسة جوا قطعة اللحمة، وعمرها ما بتطلع ناشفة أو قاسية معكم وقت الأكل، بتطلع طرية وبتذوب بالتم. وفي تركاية تانية صبايا حابة أحكي لكم عنها وبتمنى تطبقوها بدقة. شفتوا الملح؟ أنا حطيت رشة صغيرة مع التتبيلة قبل بيوم عشان اللحمة تاخد نكهة خفيفة، بس الملح الأساسي لمرقة السلق ما مننزله هلأ أبدا. الملح بنحط دايما بآخر ربع ساعة قبل ما تستوي اللحمة تماما، لأنه الملح إذا نزل من الأول بيخلي اللحمة تكز وتشد معكم وبياخد وقت طويل بالسلق. صبايا، إذا وصلتوا معي بالفيديو لهون ولساتكم مستمتعين بالمنظر الفخم، بتمنى منكم ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس وتدعموني بلايك وتعليق حلو مثلكم لحتى يوصلكم كل جديد من مطبخي لمسة هبة. بعد ما حمرت اللحمة، ضفت عليها مي مغلية وضفت عليها المطيبات، وعلى السريع كنت قالية مكعبات بطاطا لتصير شقرة. وبطنجرة تانية بلشت أقلب اللحمة المفرومة على النار، ضفت عليها فلفل أسمر، هيل مطحون، ورشة ملح، وبهار لحمة. وهون صبايا دغري بعد ما قلبت اللحمة المفرومة بالبهارات، درت عليها الرز الفاخر وقلبتهم نتفة مع بعض لحتى حبة الرز تتغلف بالطعم والنكهة. أخذت من مرقة اللحمة اللي سلقتها بعد ما استوت وصارت جاهزة، وسقيت فيها الرز لحتى يتشرب كل الدسم والنكهة والهيل ويطلع معنا نثري. وطبعا لأحلى متابعين اللي بيحسوا إنه المرقة ممكن تطلع دسم كتير على الرز أو بحبوا الأكل خفيف، بتقدروا عادي تستبدلوا المرقة بمي عادية مغلية. بس للأمانة فلفلة الرز بمرقة اللحمة بتعطي طعم غني وخرافي، بنصحكم تجربوه. شايفين هون صبايا درت عليها مكعبات البطاطا اللي قليتها وخليتها تاخد غلوتين دغري مع المرقة لحتى تتشرب كل النكهة. حبيت أطول لكم قطعة اللحمة بالمعلقة قدام الكاميرا لحتى تشوفوا كيف طالعة دايبة ذوبان. سلام.